السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اكتر سؤال بيتسأل الفترة دي او اليومين دول تحديدا هو ترحيل الارباح من القناة لادسنس. الارباح لسه ما اتحولتش لحساب الادسنس، او ان الارباح اتحولت ناقصة، او ان في خصم كتير في الارباح. الاسئلة دي بتتسأل خلال اليومين دول، فخلونا كده نجاوب على الاسئلة دي بشكل سريع عشان ما نطولش عليكم، وعشان كمان لو انت ما عندكش المعلومة دي تستفيد بيها. وما تنساش تقولي في التعليقات الارباح بتاعتك اترحلت ولا لسه لحساب الادسنس. اولا لازم تكون عارف ان ترحيل الارباح من قناتك لحساب الادسنس بيبدأ من يوم 7 لحد يوم 12. يبقى دي اول حاجة، الارباح اللي بتبقى موجودة في استوديو اليوتيوب بتتحول من يوم 7 في الشهر لحد يوم 12، يعني في خلال الايام دي بتبدأ تلاقي ان الارباح اترحلت لحساب الدفعات الخاص باليوتيوب في خانة الرصيد. الحاجة التانية اللي ممكن تلاحظها عندك في القناة بعد ترحيل الارباح في ادسنس ان الارباح تم خصم جزء منها، والخصم ده مش بس سمع في ادسنس، لا ده كمان سمع في القناة بتاعتك، والارباح اللي انت جمعتها خلال الشهر قلت مثلا 2 دولار 3 دولار 10 دولار ايا كان الرقم اللي قلت بيه الارباح. هو ليه الارباح بتترحل من يوم 7 ليوم 12؟ ليه مثلا مش يوم 1 في الشهر او يوم 2 في الشهر؟ اشمعنى يوم 7 لحد يوم 12؟ ده لان اليوتيوب قبل ما يبدا يرحل الارباح بتاعتك من القناه لحساب الادسنس بيبدا يراجع الارباح دي ومصدرها، علشان يتاكد ان الارباح دي ارباح شرعيه وحقيقيه ما فيهاش اي نقرات غير صالحه، عشان يحافظ على المعلن بتاعه ويرد له الفلوس بتاعته لو دفع فلوس على نقرات غير صالحه. فبالتالي الارباح قبل ما بتترحل لادسنس لازم تتراجع، فممكن يتخصم منها مبلغ صغير مبلغ كبير، وده بيكون خصم لنقرات غير شرعية. طيب في حاجة تانية برضو لازم تكون عارفها، لان في ناس كتير بتسألني السؤال ده ومش عارفين ان ترحيل الارباح ليه اسس وقواعد. الارباح اللي بتترحل مش كل الارباح اللي في استوديو اليوتيوب، يعني ما يكونش مكتوب عندك في استوديو اليوتيوب ان ارباح اخر 28 يوم 100 دولار فانت هتلاقي ال 100 دولار دول جوه حساب الادسنس. لا، احنا قلنا ان الارباح بتترحل من يوم 7 ليوم 12. ايه المدة اللي بتترحل عنها الارباح؟ هل مثلا من يوم 1/11 لو احنا مثلا في شهر 12 دلوقتي، هل من يوم 1/11 لحد يوم 7/12 او لحد يوم 11/12 كل الارباح دي بتترحل لحساب الادسنس؟ لا، اللي بيترحل لحساب الادسنس هي ارباح الشهر السابق. بمعنى احنا دلوقتي في شهر 12، فالارباح اللي هتظهر في حساب الادسنس هي ارباح شهر نوفمبر بس، ارباح شهر 11 من 1 نوفمبر لحد 30 نوفمبر، هي دي الارباح بس اللي هتظهر في حساب الادسنس. الارباح اللي انت حققتها في شهر ديسمبر من 1 ديسمبر لحد 7 او 8 اليوم اللي اترحل فيه الارباح لادسنس، الارباح دي مش بتترحل لادسنس، بتفضل موجودة في القناة لحد ما يتم تجميع ارباح شهر ديسمبر بشكل كامل، من يوم 1 ديسمبر لحد 31 ديسمبر اللي هو نهاية السنة. كل سنة وانتم طيبين. وارباح شهر ديسمبر هتترحل لحساب الادسنس من يوم 7 يناير لحد يوم 12 يناير، في خلال ال5 ايام دول بتبدا الارباح تترحل من القناه للادسنس. طيب بتقبض الارباح امتى؟ ارباح شهر 11 لما بتترحل لادسنس في شهر 12 انت برضو بتقبضها في شهر 12 يوم 21 في الشهر، من يوم 21 لحد يوم 26 في الشهر. ال5 ايام دول بيتم فيهم اصدار الدفعه بتاعه شهر 11، وقبل ما يتم اصدار الدفعه بتاعتك بيتم خصم الضرايب اللي هي ضرايب المشاهدات اللي بتجيلك من الولايات المتحدة الأمريكية. هكون سايب لك فيديوهات في الوصف بتشرح تفصيلا كل الكلام اللي أنا قلته دلوقتي. ده كان فيديو سريع كده فهمتك من خلاله إزاي الأرباح بتترحل من القناة للأدسنس، وبتقبض إمتى، وليه بيبقى فيه خصومات لما بتيجي تقبض الأرباح بتاعتك. لو عندك أي سؤال سيبه في التعليقات. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.